السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا ما يعرفش قارات العالم؟ قارات العالم عددهم 7 قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا، دول بالمناسبة اسمهم قارات العالم القديم. بعد كده عندي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وكمان قارة أستراليا، وكمان ضيف معاهم القارة ال7 قارة انتاركتيكا، ودول قارات العالم الجديد. يبقى كده مجموع القارات 7. ولكن في سؤال البعض مننا أحيانا بيسأل، وهو إن ليه كل قارة من القارات دي اتسمت بالاسم ده بالتحديد؟ هل دي صدفة ولا كده وخلاص؟ لا، مش صدفة إن كل قارة خدت اسم. اكيد ورا الاسم ده في معلومه بسيطه او في حكايه صغيره هنعرفها دلوقتي. نبدا مثلا بقاره اسيا. قاره اسيا دي جايه من الكلمه الاشوريه اللي هي كلمه اسو، واسو دي اللي هي معناها في المصطلح الاشوري الشرق، ويمكن هنا التسميه على اعتبار ان قاره اسيا بتقع في شرق العالم. اما بالنسبه للقاره الثانيه وهي القاره بتاعتنا، ودي قاره افريقيا، وبالمناسبه افريقيا مشهوره باسم القاره السمراء او القاره السوداء نسبه لغلبه السلاله السوداء فيها، ولكن احنا عايزين نعرف هنا كلمه افريقيا جت من مين؟ في قبيله مشهوره جدا في افريقيا كان اسمها قبيله افري. اما المصطلح الجزء الثاني بتاع قاره افريقيا اللي هو كلمه ايكا، دي معناها كلمه ارض. فمصطلح هنا ملخص كلمه افريقيا ان هي معناها ارض افري او ارض قبيله افري، فمن هنا جت مصطلح كلمه افريقيا. نروح لثالث قاره بقى يا جماعه، ودي القاره العجوز او بمعنى اصح قاره اوروبا. بعض الاساطير القديمه بتقول ان كانت في اميره اسمها الاميره يوروبا. الاميره دي تم اختطافها من الاله زيوس، واله زيوس ده هو اله السماء عند اليونان، وعمنا زيوس هنا خد الاميره يوروبا وقعدها في بلاده في اليونان، ومن هنا بلاد اليونان اتسمت يوروبا. وبما ان بلاد اليونان تبع قاره اوروبا فتم تسميه القاره كلها بنفس الاسم، ومن هنا جاء مصطلح كلمه اوروبا. اما قاره استراليا فاسم استراليا عموما جاي من الحضاره الرومانيه، ومعنى كلمه استراليا في اللغه الارض المجهوله، ودي لان قاره استراليا ما كانتش قاره معروفه لحد وقت قريب لما اكتشفت من ضمن قارات العالم الجديد. اما بالنسبه للامريكتين فمعظمنا يعرف ان اللي اكتشف الامريكتين واحد اسمه كريستوفر كولومبوس. كريستوفر كولومبوس ده على فكره بالمناسبه جنسيته ايطالي، ولكن اللي اعلن الاكتشاف عن الامريكتين كان امريكو فيسبوتشي. من هنا خدوا القارتين اسم امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. يعني تخيل لما انت اللي تكتشف حاجه فما تتسماش على اسمك، ولان واحد تاني هو اللي اعلن عن الاكتشاف فياخد هو المصطلح والاسم. وهنا نبقى وصلنا لاخر قاره عندنا وهي قاره انتاركتيكا. انتاركتيكا مصطلح في اللغه عكس اتجاه الشمال، بمعنى اصح ان قاره انتاركتيكا هي معناها القاره الجنوبيه، وده لانها تقع في اقصى جنوب الكره الارضيه. ان شاء الله الفيديو الجاي لينا هيبقى لينا كلام كتير قوي عن قاره انتاركتيكا بالتحديد. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناه. سلام.